انت متخيل ان احنا مشينا كولر اللي فاز باتنين دوري ابطال افريقيا وما فازش بالتالتة، بس قلنا لازم يمشي عشان خلاص الراجل جاب كل اللي عنده وبدات المشاكل تكتر مع اللعيبه، وبدل ما نعوضه بمدرب عنده سي في تقيل رحنا جبنا ريبيرو اللي هو اصلا ما لعبش اي بطولات كبيره وما عندوش اصلا سي في، وتحس ان هو مدرب العاب. ريبيرو اللي عمل اسوأ بدايه في تاريخ النادي الاهلي في الدوري، وبدل طبعا ما نمشي ريبيرو ونحاول نعوضه بمدرب فعلا ونصلح الغلطه ونجيب مدرب عنده سي في تقيل، لا رحنا جبنا برده تروبل ما عندوش اي سي في خالص، ودلوقتي بنحصد طبعا نتائج العك بتاع الاداره. انت متخيل ان النادي الاهلي باع محمد عبد المنعم وباع وسام الاثنين تقريبا ب 15 مليون دولار، رقم ضخم، وبدل ما تعوض محمد عبد المنعم بمدافع تقيل يعوضه رحت جبت لي اشرف داري اللي ما طلعش من الاصابات ولحد دلوقتي بتدفع له مرتبه. ولما مشيت وسام ابو علي ب 10 مليون دولار رحت جبت مين؟ كاموش ومروان عثمان، صرفت على الاثنين حوالي 5 مليون او 6 مليون دولار بلا اي شيء بلا اي هدف، كانك رميت الفلوس دي في ميه، ولحد دلوقتي بتحصد طبعا نتائج العك اللي عملتها الاداره. عايزك تتخيل كمان ان كل صفقه او كل حاجه دخلها النادي الاهلي مع بيراميدز خسرها. دخل في صفقه حامد حمدان والنادي الاهلي كان مخلص، وبيراميدز برده ضربك على قفاك وخدها منك، وبدل برده ما تعوض حامد حمدان بلعيب تقيل بدل اللي خسرته ده رحت جبت لي عمرو الجزار اللي لحد دلوقتي قاعد على الدكه ب 60 70 مليون ما لعبش دقيقه. برده نفس الكلام لما دخلت في صفقه عده الفخوري، برده انت كنت مخلص معاه كل حاجه، وبيراميدز برده دخل في الاخر وضربك على قفاك. ليه؟ عشان انت مش مركز، عشان النادي الاهلي بيحصد نتائج العك اللي هو بيعملها. طب انا عايزك تتخيل حاجه اخيره، ان النادي الاهلي خرج من كاس مصر من فريق درجه ثانيه، ورد فعل النادي الاهلي او اداره النادي الاهلي كان صفر، واللعيبه لحد دلوقتي بتدلع. فكل اللي بيحصل ده نتائج عك الاداره، خذلان اللعيبه، وكل اللي بيدفع الضريبه مين في الاخر؟ الجماهير. اللعيبه حرفيا عندها كميه خذلان، ما بقاش عندها روح، ما بقاش عندها حتى دافع، تحس ان اللعيبه ملهاش حاكم. كابتن الخطيب تحسه مش موجود، او اداره النادي الاهلي مش موجوده، تحس اللعيبه في جنب والاداره في جنب، سيد عبد الحفيظ مختفي، ما تعرفش مين بقى اللي ماسك الاهلي او مين اللي بيدير الكوره. كل اللي بيحصل في النادي الاهلي ده عبث وعك في عك، والنادي الاهلي بيحصد طبعا نتائج العك اللي بيعملها، وطبعا القادم اسوأ الا لم يحصل تعديل، لان النادي الاهلي بالطريقه دي مش هيحصد اي حاجه، وزي ما قلت لك موسم صفر بامتياز.